بسم الله الرحمن الرحيم. هكلمكم النهاردة عن افتتاح الإكتاجون. في الحقيقة أنا في الحدث دوت مش هكلمكم زي ما الصحفيين ووسائل الإعلام اتكلموا على روعة الحدث وكده، لأنه هو وصفوه بكل حاجة وهو فعلا يستحق. ولكن أنا في الموضوع ده لفت نظري مشهدين: مشهد ارتداء السيد الرئيس للزي العسكري، وده ليه معاني كبيرة قوي كتيرة جدا، وهي إن هو لن يتخلى عن العقيدة العسكرية والمقاتل الذي يكمن بداخله واللي بداخل كل رجل عسكري، وليه دلالات لكل العالم. كان بيرسل رسائل بارتدائه الزي العسكري، والكل من تسول له نفسه ان هو يفكر بس ان هو يقرب من مصر او من اي حاجة تضر بالصالح الوطن. نمرة 2، المشهد التاني اللي أثر فيا جدا هو مشهد التكاتف بتاعت قادة الأسلحة، وإن السيد الرئيس لم يبدأ بالضغط على زرار بدء افتتاح الإكتاجون إلا لما كلهم كانوا إيد واحدة مع بعض. كل قادة الأسلحة مع السيد الرئيس كلهم داسوا على زرار افتتاح الإكتاجون معا. فده يوضح ان الجيش كيان واحد وكلمته كلمة رجل واحد. فكل اللي بيقول لك اصل في خلافات داخليه جوه الجيش ومش عارف ايه والقنوات المعاديه الاخوانيه دي وغيرها 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 والقوى المعاديه اللي بره اللي بتلعب على مصر، تخليها في حالها، لان احنا عارفين كويس قوي مدى قوة الجيش المصري ومدى تماسك الجيش المصري ومدى ولاء أبناء الجيش المصري اللي هم أساسا مبني. كل الجيش المصري ده من المصريين، مش مرتزقة ولا ناس من بلاد أخرى، كله من أبناء مصر، شربوا من مية مصر ومن نيل مصر، فعارفين كويس قوي قيمة الأرض. المهم أنا هكلمكم بقى عن يعني القيمة بتاعت الإكتاجون والقيمة بتاعت العاصمة الإدارية نفسها، عشان في جدل كتير قوي بصراحة كان يعني مضايقني من جهلاء مش عارفين قيمة العاصمة الإدارية. هي العاصمة الإدارية أولا يا بهوات هي الظهير السياسي والأمني للقاهرة، لأن هي بتحمي القاهرة نفسها، وجودها بوجود القوات اللي فيها، بوجود الاستعدادات اللي فيها، بوجود الحكومة المتكاملة اللي فيها، بيخلي فيه خط دفاع أول عن القاهرة. مش القاهرة عارية زي ما كان في 67 وكانوا بيقولوا الكلام دوت. لا، احنا قدامنا اننا نرى القاهرة عارية امامنا، كان فاضل لنا 100 كيلو وندخل القاهرة. الكلام ده مش هيحصل، دي بقت احلام عمرها ما هتحصل، لأن الجيش عد بدقة لكل واحد تسول له نفسه إن هو بيفكر بس في مصر. والمصريين كويس قوي عارفين كويس قوي قيمة الجيش بتاعهم وقيمة الأعمال اللي بتتم. وأنا بصراحة زرت العاصمة الإدارية مرة ولا اتنين، أنا اندهشت من اللي تم فيها. يعني حاجات تتم في سنين وعايزة لها استثمارات عالية جدا 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 جدا. اللي نفذته مصر، وعلى فكرة هي ما نفذتش للبشوات بتوع القنوات المعادية، هي ما نفذتش العاصمة الإدارية بس، هي نفذت مدينة الجلالة ومدينة العالمين ومدن أخرى كتير. استثمارات مصر كانت في كل مصر، ما كانتش في حتة مركزة في حتة واحدة بس. ومصر كلها اكتاجون، كل المدن الجديدة دي فيها وحدات وفيها استعدادات تأمن مصر وتأمن الشعب المصري. شكرا للسيد الرئيس، شكرا للجيش المصري، شكرا للشعب المصري والشرطة المصرية، واحنا نتمنى لمصر الأمان والسلام. أشكركم.